صباح الخير يا حبايبي، ازيكم؟ موضوع النهارده ده اوعدك لو اتنفذ هيغير مجرى حياتك كلها. قانون تحطه لنفسك، كل واحد فينا ليه قوانين في حياته بيحطها بيتحرك بيها، صح؟ كلنا اتعلمنا، درسنا، امتهنا مهنة معينة وبنعتقد ان كده بيكفي، ونبتدي بقى ندخل في حياتنا العملية ونندمج فيها، وبننسى خالص ان انت ارض محتاجة باستمرار ان هي يتجدد تربتها علشان تنتج محاصيل جديدة او يحصل تحسين للمحاصيل بتاعتها. القانون ده اسمه قانون الإضافة. يعني أنا لو بشكل يومي حطيت لنفسي ساعة، يعني لو أنا متعود أصحى 7 خليني أصحى 6. لو أنا باخد وقت القيلولة بتاعي مثلا لحد العصر، يبقى من العصر بعديه بساعة كده أنا هنفذ القانون بتاعي. القانون ده اسمه قانون الإضافة. قانون الإضافة أيا كان نوع العلم اللي أنت درسته في الجامعة بتاعتك، اكيد هو موقفش عند نفس النقطة اللي انت درستها خلال الجامعة، اكيد حصل فيها تطورات، صح؟ يبقى انا ممكن استغل حتى في اسلوب ان انا اتعلم ازاي ابقى سيلز، ببيع. ان انا ببيع، في ناس تروح تاخد كورسات عشان تتعلم ازاي تبقى مندوب مبيعات، وناس واخده مراكز كبيرة جدا يعني، وفي شركات عظيمة جدا هو مندوب مبيعات، هو بيبيع سلعة. يعني الناس طول الوقت كل شغلها هي بتبيع يعني ايا كان المهنه بتتعلم. طب انا مش شغلتي ومش اتجاهي، اتعلم ازاي تتعامل مع الناس، نقح نفسك، دور جوه نفسك، هتلاقي حاجات انت ما كنتش متخيل انك انت تعرفها ان هي جواك. افتكر هواياتك القديمه. يبقى موضوعنا النهارده ان انا بعمل لنفسي قانون في تنمية نفسي، إضافة، قانون إضافة لنفسي. أتحداك لو حياتك متغيرتش 360 درجة في وقت قياسي جدا، وهتشوف إن ردود أفعالك على نفسك وعلى اللي حواليك وعلى أولادك وعلى بيتك وعلى أصحابك وفي شغلك مختلف تماما وعن تجربة. أنا شخصيا لما طبقته حصل، انا بقيت معاكم دلوقتي. ده من ضمن قوانين الاضافه اللي هي عطتني الجرأه ان انا اقدر ان انا اقدم فكري للناس، ثقافتي اللي جوايا اقدمها للناس، غير سيستم حياتي كلها. جربوا وانا واثقه ان هيحصل تغيير جذري في حياتي. ونورتوني حبايبي، واهلا بيكم وباقتراحاتكم في اي وقت اي موضوع حابين ان احنا نناقشه، انا تحت امركم. يبقى انا ممكن استغل لمدة ساعة ان انا اعمل اضافة لمعلومات جديدة تخص دراستي دي اللي انا بمارسها في مهنة، او ان انا اعلم نفسي حاجة جديدة في ديني مثلا، او ان انا اعلم نفسي حاجة انا كنت بحب اعملها زمان وسبتها، انمي قدراتي فيها. وما شاء الله يعني اليوتيوب ما سابش حاجة انت نفسك فيها ونفسك تتعلمها. حتى لو عايز تعزف على آلة، ايه اللي هيعلمك؟ عايز تتعلم لغة، ايه اللي هيعلمك؟ لما تعمل، تخيل كده لو كل يوم اقتطعت لنفسك ساعة او نص ساعة في اليوم كله، حطها في الوقت اللي انت شايف انه ده اكتر وقت تقدر تستقبل فيه، وكل يوم عملت الاضافة دي لنفسك، زودتها بالراحة. نقطة المية لما بتنزل على حجر بشكل مستمر بتحفره. يبقى انت اي اضافة انت هتعملها ما تستصغرهاش، كل يوم ضيف نفسك جزء، تعلم حاجة جديدة، اعرف معلومة جديدة. ان شاء الله يا رب تجيب فيديو بتتفرج على بلد انت كان نفسك تزورها وما جاتلكش الفرصة ان انت تزورها. عملية الاضافة دي هتخليك تكتشف اللي انت ما كنتش تعرفه في نفسك. تخيل لما انا ابتدي ان انا اكتشف قدراتي اللي انا ما اعرفهاش. يعني اتعلمت حاجه من على اليوتيوب مثلا وانا
ما كانش يخطر في بالي، طول عمري بحبها قوي بس ما يخطرش في بالي ان انا اعرف اعملها، وجيت وحاولت. الشعور ده لا يقاوم، انك انت تحس ان انا بقدر. لما انا بكون عايز بنقدر، غير الشعور بالنضج النفسي والروحاني اللي انت بتحس بيه مع كل اضافة انت بتحطها. اي تحسين بتعمله لذاتك وانت مش مالك الوقت لده خالص انك تعمل تحسين لذاتك، لا، خلي قانون الاضافة ده قانون ملزم لنفسك. انا كل يوم هضيف لنفسي حاجة. اختار الحاجة اللي انت عايزها في اي مجال في الدنيا، وتعالى كده بعد شهر قولي احساسك بنفسك ازاي، وحياتك اتغيرت كام درجة، واتحداك لو ما كانتش تتغير 360 درجة. ويا سلام بقى، يعني من ضمن قانون الاضافة ده ان انا اعمل اضافة لمعلوماتي الدينية. الروحانيات لما بتقوى بتخلي وجهة نظرنا للامور مختلفة وتناولنا للامور مختلف، صح؟ لو انا عملت اضافة حتى في اسلوب ان انا اتعلم ازاي ابقى سيلز، ببيع، ان انا ببيع. في ناس بتروح تاخد كورسات عشان تتعلم ازاي تبقى مندوب مبيعات، وناس اخده مراكز كبيره جدا يعني، وفي شركات عظيمه جدا هو مندوب مبيعات، هو بيبيع سلعه. يعني الناس طول الوقت كل شغلها هي بتبيع يعني ايا كان المهنه بتتعلم. طب انا مش شغلتي ومش اتجاهي، اتعلم ازاي تتعامل مع الناس. نقح نفسك، دور جوه نفسك، هتلاقي حاجات انت ما كنتش متخيل انك انت تعرفها ان هي جواك. افتكر هواياتك القديمه. يبقى موضوعنا النهارده ان انا بعمل لنفسي قانون في تنميه نفسي، اضافه، قانون اضافه لنفسي. واتحداك لو حياتك ما اتغيرتش 360 درجه في وقت قياسي جدا، وهتشوف ان ردود افعالك على نفسك وعلى اللي حواليك وعلى اولادك وعلى بيتك وعلى اصحابك وفي شغلك مختلف تماما. وعن تجربه انا شخصيا، انا لما طبقته حصل، انا بقيت بعرفه دلوقتي. ده من ضمن قوانين الاضافه اللي هي عطتني الجرأه ان انا اقدر ان انا اقدم فكري للناس، ثقافتي اللي جوايا اقدمها للناس. غير سيستم حياتي كلها. جربوا وانا واثقه ان هيحصل تغيير جذري في حياتي. ونورتوني حبايبي، واهلا بيكم وباقتراحاتكم في اي وقت، في اي وقت، اي موضوع حابين ان احنا نناقشه انا تحت امركم.